طيب وهو اللسان ليه اصلا بيسبب رائحة فم كريهة؟ في شوية حاجات لو عرفناها كده هنعرف ليه اللسان اصلا بيتسبب في ده. ممكن رائحة الفم الكريهة دي تيجي من بعض التساويس في الاسنان او بعض التهابات في اللثة، لكن مينلي الاساس هو اللسان. اللسان ومع الوقت ومع عدم تنظيفه بيكون طبقة كده لونها ابيض او مصفر شوية، والطبقة دي بتبقى ميكس كده، خليط من بكتيريا وبواقي أكل وبعض الخلايا الميتة من الفم، من بطانة الفم. وطبعا مع طبيعة اللسان اللي احنا قلناها قبل كده ان هو مش سموث وناعم زي ما احنا بنشوفه كده، هو فيه شقوق صغيرة كده البكتيريا بتبقى عايشة فيها، وهنا البكتيريا بتمارس دورها وبتفرز مواد كبريتية، وهي دي سبب رائحة الفم الكريهة. ولذلك انت لو بتنظف اسنانك بفرشة ومعجون مرتين في اليوم ويمكن 3 كمان، وبتستخدم غسول فم قوي برضو، بس برضو مش بتنظف اللسان، فهتفضل برضو هتستمر رائحة الفم الكريهة موجودة. اول ما تبدأ تنظف اللسان بالطريقة دي وبالادوات دي، في ظرف ايام قليلة جدا هتبدأ تحس بشوية حاجات كده. هتحس بفرق حقيقي في انتعاش الفم، في طعم الفم نفسه، وطبعا رائحة الفم هتتحسن بصورة ملحوظة جدا. كمان تنظيف اللسان بيحسن قوي الإحساس بطعم الأكل، لأن طول ما اللسان نظيف مستقبلات التذوق اللي موجودة على سطح اللسان هي مكشوفة ونظيفة، تقدر بسهولة جدا تحس بطعم أي أكل. وطبعا العكس، لو هي متغطية بطبقة من البكتيريا هتبقى متغطية، فوبالتالي براعم التذوق تلاقي نفسك مش حاسس بطعم الأكل، أو بعض أطعمة أنت مش حاسس بطعمها، أو مش واصل للإحساس بالطعم المثالي للحاجة اللي أنت بتاكلها. وبالتالي تنظيف الأسنان شيء مهم جدا، لكن الاهتمام باللسان وتنظيفه هو العامل الرئيسي في موضوع رائحة الفم.